هي الشعيبي مش ناوية تجيبها البر مع السعودية. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي الشعيبي كانت مع اخوها ورايحين يركبوا الطيارة، بس اخوها كان لابس شورت مش بنطلون. المسؤولين قالوا ازاي يلبس شورت؟ ممنوع دخول الطائرة بالشورت. هي الشعيبي تسكت؟ لا، طلعت صورت فيديو وقالت ازاي يمنعوه بركوب الطيارة. مفيش لافتة مكتوب عليها ممنوع دخول الطيارة بشورت، ومش كاتبين عن اللبس ولا اي حاجة. احنا عارفين كل التعليمات، ازاي نتفاجئ واحنا رايحين نركب الطيارة يقولوا انه ما ينفعش يطلع بشورت؟ طب افرض اخويا معهوش بنطلون، هيعمل ايه؟ الشعب السعودي يسكت؟ لا طبعا، طلع ينتقدها ومسكتش. وفي ناس كتير قالت لها ازاي بتتكلمي عن الخطوط الجوية وكده، وازاي بتهينيها. وفعلا هي اهانت جدا الخطوط الجوية في السعودية. واللي خلى الناس تنتقدها كده وتطلع عليها مش بس حكاية الطيارة، لا ده كمان الفيديو ده او المشكلة دي رجعت للناس لحدث حصل زمان ومن سنين. ساعتها كانت هي الشعيبي نزلت ستوري عندها على سناب شات، كانت حاطه فيها صورة الامير الكويتي الراحل وامير قطر، وكانت كاتبه عليها تعليق السعوديين شافوه انه مسيء للسعودية. السعوديين ما سكتوش ونزلوا هاشتاجات هي الشعيبي تسيء للسعودية. حصل ان هي الشعيبي فعلا اتوقفت من الاعمال الفنية دلوقتي في السعودية، وطلعت تعتذر وتقول انا بحب السعودية جدا وبحب جدا وبحترمهم جدا، وقعدت تعتذر وعايزة ترجع تاني. السؤال هنا، هل السعودية ممكن يسامحوها ولا الحدث ده هيفضل في ذاكرتهم ومش هيتنسي؟